السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة نعمل مع بعض غدا بس سريع كده يعني. انا عندي كبدة وعندي اللي هو القلوب. وهو الجزار بيقطع لي الحاجات اللي هي بتاعت اللي هو السلة بتاعت الكبدة والحاجات دي ومن اللحمة وكده. فانا ابدا دلوقتي. انا ما بغسلش الكبده خالص خالص طبعا، وبالذات بالاكتر يعني الكبده صبحه. يعني كانت اللحمة صبحة عند الجزار، جبت لحمة وجبت كبدة، فالحمد لله الاتنين صابحين. فلما اكون صبحة انا ما بغسلهاش خالص، بفضل ان انا اعملها كده. لو الكبدة بايتة عندي الجزار، يا دوبك انا بديها شطفة اللي هو في السريع كده. انما الحاجة انا واثقة ان هي صبحة ما بشطفهاش خالص، ولا هي ولا اللحمة. انا حطيت ده ورق عنب، ده حلة ورق عنب عندي من امبارح، فقلت ايه اسويها كده معاكم. هي كانت طبعا نية، انا مش مسوياه دلوقتي، انا بسويه. وحطيت هنا زيت، وحطيت السلة اللي هو السمين اللي هو بتاع اللحمة، وحطيت معاه القلوب. هسيب القلوب بقى كده يعني تتحمر كده، تاخد وش كده، واحاول اللي انا ايه يعني عشان تستوي. دي بتاخد يعني القلب ده بياخد سوا عن الكبدة طبعا. الكبدة يا دوبك تقليبة والتانية، اما القلب بياخد شويه. هسيبه شويه كده، هحمره شويه كده. ويكون السمين دوت ايه يعني السل بقى كله نزل بقى السمنه بتاعته وكده. انا ساعات كنت يعني بحب بحب الكبده بحط سمنه وكده. بما ان في السمين دوت، فانا عندي السمنه بلد، فعشان ما تبقاش تقيله قوي، فايه قلت خليها زيت واحط ايه، وكفايه السمين بتاع الكبده. انا غطيت عليها يعني اللي هو ايه، منها تستوي ومنها ايه تشكشك مع نفسها كده شويه. هحط هنا بقى دلوقتي هركنهم على جنب كده، واحط الايه الكبده. الكبده صبحه ما بتتغسلش، اما تكون صبحه ما بتتغسلش، ولا اللحمه برضه. اللحمه بس انا بخاف طبعا، بس انا ما عنديش جزار بيقطع على القرمه ولا الكلام ده. لا، الجزار اللي احنا بنشتري منه يعني حاجته نضيفه كده وفهماني على يعني بيحط، معرفش ده مشمع ولا كيس ولا إيه، حاجه نضيفه كده بصراحه يعني. ف... فبالاكتر انا ما بغسلش اللحمه، بالذات طبعا لما اكون صبحه. بالصبحه بقى عادي بخاف بقى ايه يعني، جيت عليها ترابايه، جاي على حاجه اديها شطفه بسيطه كده، شطفه كده وانا واقفه. الكبده بستنى لما تبقى صبحه، يعني ما افتكرش ان انا جبتها بقالها يومين ولا بقالها مثلا 3 ايام في التلاجة عنده ولا الكلام ده، لا. بستنى ليه بالطلب، هو يتصل بيا الكبده موجوده صبحه، اروح اجيب منه على طول. فعشان كده انا ما بشطفوش. حطيت فلفل اسود ومعلقه توم. التوم بقى شمي بقى، اول ما تحطي التوم بقى شمي الريحه بقى وايه، الريحه اللي تدوخ دي. وحطي ملح، وحطي ده قرن فلفل. هو المفروض ان هو يكون حامي، بس مش هو حراق بس مش قوي يعني. كان نفسي يبقى حامي شويه، بس لا، طلع اللي هو عادي. السبايسي بتاعه مش عالي قوي، بس الريحه بقى هنا مع قرن الفلفل مع التوم، مش قادره اقول لكم بقى على الجمال. انا بحب الكبده كده، ساعات اعمل محمر معاها مكرونه، وساعات بالاكتر يعني مكرونه ام طماطم فين وفين اما نعملها اللي هي ام صلصه. بس بالاكتر مكرونه محمره. وساعات بنعمل سندوتشات كده فينو وطحينه وكده، بيبقى ده اكلنا يعني في الكبده بالذات. انا بقى بما اني عندي حله ورق عنب، فايه هوديها ايه بقى أنا يعني مش هرميها طبعا. رحت حطيت عليها شوربه وسويتها، ودي معلقتين خل. معلقتين خل دول بقى برضو بيخلوها مززة كده، وما كانش عندي ليمون. قلت ايه، آه الخل برضو يعني يأدي الغرض برضو. هو المفروض خلي وليمون يعني. ما تخافيش مش تبقى مززة معاكي ولا الخل، لا لا لا، ما تخافيش.
قلب كده عشان الكبده متاخدش يعني وقت كتير على النار، عشان ما تشدش منك او تنشف. يا دوبك كده تقليتين تلاتة كده. وانا طبيعي القلب انا كنت سويته، اللي هو خلاص في سوى الكبده، يعني هو هياخد سوى الكبده بالظبط. حطيت دلوقتي بقى كده الملح. بس هي كده خلصت معانا، ولا تحطي بقى اي حاجه عليها، يعتبر كده خلصت معانا. السمين بقى اللي فيها ده، يعني اقولك يسيب الكبده وسيب القلب وكل السمين ده، والله طعمه جميل. او بقى معرفش بقى مضر ولا مش مضر بقى بصراحه، بس هو بيبقى طعمه جميل. في الشارع اللي هو الكبده الاسكندراني طبعا بيقطعوها صغيره مش كبيره كده، وفلفل برضو وكل حاجه، بس مش يعني سبحان الله برضو حاجة البيت. انت عارفه انت عاملاها ازاي. هنعمل بقى حبه طحينه. هنا حطيت حبه كمون، حطيت نص معلقه توم، حطيت ملح، ودول شطه. الشطه اللي عندي هي اللي هي الشطه السوداني، فما حطيتش كتير بتبقى نار. وادي الطحينه. وهحط ميه من البراد. انا كنت عامله شاي ميه دوبك دافيه، عايز تحطي ميه ساقعه عادي هتمشي يعني. انا بعملها بميه ساقعه عادي من الحنفيه. ف... فالميه عندي دافيه حلوه كده، حطيت حبه. واحط حبه خل برضو، لو عندك ليمونه عصوري ليمونه. بس هي تقعد انت بس تدوبي فيها كده هي تتقل معاكي. حط حبه ملح وحط اهو الخل. اول ما احط الخل بص هتلاقيها كتلت معاكي وتقلت معاكي كده. فانت الميه حبه بحبه، ما تحطيش كتير. انا عشان عارفه المعيار حطيت على طول. بس انا قدامكم كده اهو غرفت عملت طحينه، كان عندنا مخلل، وادي الورق العنب. وده كان غدانا النهارده. والفلفل بقى الحامي دوت على فلفل رومي. وده غدانا النهارده، ويا رب يعجبكم. ومتشكره لكم او بشكركم او والله على كلامكم الجميل ده. والسلام عليكم ورحمه الله.